القطعة اللي قدامنا دي هي قطعة مشهورة جدا عالميا ومصريا، ودي واحدة من أهم القطع الأثرية المصرية في العالم. دي قطعة خاصة بالملكة العظيمة الملكة نفرتيتي. تم اكتشافها سنة 1912 في منطقة تل العمارنة تحديدا على ايد عالم ألماني، وضمن الاتفاقية ان اي بعثة اجنبية تستخرج آثار بياخدوا جزء منها للخارج لبلادهم، ولكن بشرط ان هي تكون غير ملكية. ولكن اللي حصل هنا كان تزوير من قبل العالم اللي اكتشف القطعة، لان العالم قال في الاوراق الرسمية ان دي مجرد قطعة جيرية غير ملكية وليس ليها اي اهمية ملكية علشان يقدر ياخدها للخارج، وبالفعل ده حصل. والقطعة دلوقتي تحديدا بقى لها 111 سنة خارج البلاد وفي المانيا تحديدا. وفي حملة اطلقها الدكتور زاهي